عمر بن الخطاب جاء عليه عام الرمادة، العام الشديد. سمي عام الرمادة ليش؟ لأن الزرع من شدة ما أصبح لونها مثل الرماد سمي عام رمادة. قحط أصاب المسلمين. يقولون الصحابة والله إن كنا ندعو الله أن يزيل عنا العام هذا، مو بخوفا على أنفسنا وعيالنا، خايفين على عمر أن يهلك، وحرم على نفسه الطعام إلا الزيت والخبز. يدخل على ام كلثوم يقول اين الطعام؟ تقول هنا زيت وخبز، واذا جاء بياكله تقول هل كان بيطيح. فاذا رفع اللقمة قال تذكرت بيت آل فلان ليس عندهم خبز ولا زيت، خذ الطعام عني واعطيهم اياه. ويقرقر بطنه، قال قرقر او لا تقرقر والله لن تشبع حتى يشبع اطفال المسلمين. وجابوا له طعام، قال هذا الطعام لا يأكله الا هؤلاء الفقراء. ثم قالوا هناك ابناء الشهداء، قال قوموا والله لا يتلذذ به الا من ضحى اباؤهم في سبيل الله. كان يقدم لاجل ان يعلم الناس ان الامر اكبر مما يتصوره كذلك الناس. كان يمشي من جنب بيت العباس عم النبي، وفيه مطر، كان جاي مطر او انهم يغسلون سطح البيت، تعرفون الميزاب حق الماء طالع بهالطريقة، ومر عمر وصب المويه على ثيابه وسخته، وعمر ما شاء الله طويل عملاق، وسحب الميزاب وانطلق في الارض. وش ذا الماء اللي وسخني وانا لابس ثوبي؟ ثم طلع العباس قال يا عمر ماذا صنعت؟ قال خلعت هذا الميزاب الذي يعني خلى ثوبي يتسخ. قال يا عمر والله لو تعرف من وضعه لما خلعته، والله ما وضع هذا الميزاب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطه بيده. انهار عمر، قال كيف تخلع ميزابا وضعه رسول الله بيده؟ يعني قال يا العباس سامحني انا والله ما دريت. ثم جلس يبكي، قال يا العباس والله لا اقوم جزاء لعمر وآل عمر حتى تصعد يا العباس على ظهر عمر وتضع ما وضعه رسول الله بيده. قال يا ابن حلال قم هونت ما عليه انا بصلحه. قال والله لا اقوم، وحلف عمر وجعل ظهره في الارض وصعد على ظهره العباس ووضع الميزاب، يقول لماذا ازيل ما وضعه رسول الله. المهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج في السنة الاخيرة من عمره 63 سنة، حج رضي الله عنه في سنة 23 من الهجرة، وكانت الحجة الاخيرة، وقام وخطب الناس. في روايات كثيرة لكن لنضيق الوقت الحقيقة ما يمدينا نذكرها كلها. فحج، وكانت اخر حجة وقف على عرفة وهو يقول يا رب اللهم انه قد كبر سني. تقول عائشة جاءنا وفد جون رجال ما نعرفهم، فقالوا ان عمر لن يحج بعد هذا العام. تقول فاخبرونا عن عمر باشياء، تقول قلت من هؤلاء؟ جو عند النساء. تقول فقلت لعمر، فقامت عائشة فقلت والله انهم جان، هذول الجن جايين يبشرون، لان الجن كانوا يخافون من عمر. فقام عمر تقول بعدها فخطب، قال فوقف على عرفة قال يا رب اللهم انه كبر سني وضعف جسدي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مفرط في حق المسلمين. يا الله، عايش للأمة، ما قال فاقبضني وانا غير مفرط في حق عيالي. انا جالس اقرأ السيرة والله يا جماعة والله لا ابالغ، يمكن اللي ذكرت لكم 3 لقاءات والله ما شفت عمر ذكر عياله، يذكر الاسلام والامة والاسلام والناس والامة، ما ترك احد. كان يروح الى زوجات المجاهدين يقول من ارادت منها ان تكتب شيئا لزوجها فلتملئ علي، انما انا ابو العيال، انا مثل اخوها، قولي ما شئتي حتى لو تبين تقولين كلام فيه نوع من الخصوصية بينك وبين زوجك بأدب، اكتبي وقولي اللي ما تعرف تكتب. قال ايها النساء من ارادت منكن ان تشتري او تبيع فلتخبرني، فاني اخشى عليكم ان تغشوا في البيع والشراء. يقول لزوجات المجاهدين، كان ياخذ اوراق زي الطلبات، تعرفون السواق لما تعطيه ورقة جيب حفايض وجيب هذه نفس الشيء، فيدور في السوق ويشتري للنساء في البيوت رضي الله عنه وارضاه. اخيرا عمر بن الخطاب لم يفكر فيه الا في امته وفي دينه، وكأن الله استجاب دعوته. رجع رضي الله عنه، تدرون كم بين موته وبين رجعته من الحج؟ كم يوم؟ هو رجع يوم 13 بعد نهاية الحج، وتوفي في 23 ذي الحجة، يعني كم يوم؟ 10 ايام. وكأن الله استجاب تلك الدعوة.